وانتهى مشوار منتخب المغرب في المونديال. ألف مبروك لمنتخب كرواتيا حصوله على المركز الثالث في المونديال. والمنتخب المغرب النهارده بعد خسارته من منتخب كرواتيا 2-1 حصد المركز الرابع في كأس العالم. هارد لك المنتخب المغرب ادوا اداء كويس جدا، ولكن زي ما قال ناس كتير جدا ان سبب خساره منتخب المغرب وسبب خسارتهم برضو ضد فرنسا ظلم تحكيمي، والنهارده كان في ظلم تحكيمي لمنتخب المغرب. وكمان الاصابات لعبت دور كبير جدا في خساره منتخب المغرب في المباراتين الاخرانيين دول. عندهم اصابات بالجمله، لعيبه شباب نزلوا اول مباراه ياخدوها مع منتخب بلادهم، فبالنسبه لهم الموضوع صعب. فدوت كان عامل من العوامل اللي ادت الى خساره منتخب المغرب في اخر مباراتين. وكمان يعني احنا كلنا فخورين بالمنتخب المغربي والاداء اللي قدموه في كاس العالم. ما كانش حد اصلا متوقع، او كاس عالم مليء بالمفاجآت، ما كانش حد متوقع ان المغرب يوصل للمربع الذهبي، اول منتخب عربي يوصل للمربع الذهبي، يكسبوا اسبانيا ويكسبوا البرتغال ويكسبوا بلجيكا ويكسبوا كندا ويتعادلوا مع كرواتيا في المجموعات. بس النهارده خسروا، ويعني يعتبر منتخب المغرب هو اقل منتخب دخل فيه اهداف في كاس العالم دوت. هارد لك لمنتخب المغرب، وان شاء الله يقدروا يعوضوها في الفترات الجايه. كاس العالم الجاي يعني ايه ان شاء الله منتخب المغرب يقدم اداء احسن من اللي قدموه في كاس العالم قطر 2022. بس يا جماعه، وبكده يكون خلص فيديو النهارده. لو انت لسه جديد في القناه ما تنساش تدعمنا باللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشير الفيديو لو عجبك في كل مكان عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ومن غير ما اطول عليكم، سلام.